سعادتك قلت اول حاجه نتكلم عنها الغضاريف النهارده. اول حاجه الغضاريف. الغضاريف في اول كلمه على طول يا شباب بيقول هو نوع من الانسجه الضامه، نوع من الانسجه الضامه تتكون، ادي الضامه، تتكون من خلايا غضروفيه. صلوا على النبي يا شباب كده وبصوا معايا. انا عندي دلوقتي خليه مع خليه مع خليه مع خليه وهكذا، ده بيدينا حاجه اسمها نسيج. الخليه ديت هنسميها يا جماعه ايه؟ هنسميها خليه غضروفيه. يبقى خليه غضروفيه مع خليه غضروفيه مع خليه غضروفيه بتدينا نسيج ضام. النسيج الضام ده هنقول عليه يا جماعه ايه؟ غضروف. طبعا في عندنا يا جماعه ما بين الخلايا ديت في ماده خلاليه، اي ماده موجوده ما بين الخلايا، ماده خلاليه. كمان يا شباب عندنا حاجه اسمها الياف الكولاجين موجوده في الغضاريف، الياف الكولاجين. ده يا جماعه كده مع بعضيها نسميها غضروف، نسميها يا جماعه ايه؟ غضروف. يبقى الغضروف ده او الغضاريف نوع من الانسجه الضامه، نوع من الانسجه الضامه بيتكون من خلايا غضروفيه. هذه الخلايا يوجد بينها ماده خلاليه وبها الياف من ماده تسمى ماده الايه؟ الكولاجين. اين توجد الغضاريف يا شباب؟ الغضاريف موجوده معانا ما بين فقرات العمود الفقري. يعني انا سعادتك دلوقتي لما اقول لك ادي فقره، ندي مثال كده، دي فقره ودي فقره من فقرات العمود الفقري، هتقول لي يبقى اللي موجود بيناتهم ده يا جماعه قرص غضروفي، يبقى ده غضروف. لما تاخد الغضروف ده وتفحصه تحت الميكروسكوب هيطلع معاك بالشكل ده. يبقى اذا اول حاجه موجوده بين فقرات العمود الفقري. طيب موجوده فين تاني يا مستر؟ موجوده عند نهايه العظام او عند اطراف العظام، خاصه عند المفاصل. سعادتك اكيد الاسبوع ده اكيد كلت فراخ، وانت بتاكل فراخ سعادتك مسكت كده الدبوس بتاع الفرخه وسعادتك كلت اللحمه اللي حوالين الدبوس. كلام جميل جدا. بعد ما بتاكل اللحمه بتبدا تقرقش حاجه بسيطه من فوق كده وحاجه بسيطه من تحت. اللي انت اللي قرقشتها ديت يا جماعه اسمها ايه؟ اسمها غضروف. يبقى تاني الغضاريف موجوده عند اطراف العظام او عند نهايه العظام، خاصه عند المفاصل، لانه طبعا في مفصل في العظمه مع العظمه من فوق وفي مفصل من تحت. زي مثال لنا يا جماعه عندنا عظمه العضد. عظمه العضد يا شباب بتعمل ايه؟ بتعمل من فوق مفصل اسمه مفصل مين؟ الكتف. طبعا عظمه العضد عندها غضروف من هنا، طبقه غضروفيه رقيقه، وعندنا من هنا برضو طبقه غضروفيه رقيقه، فمن تحت بتعمل مفصل اسمه مفصل مين؟ الكوع. ده عظمه مين؟ عظمه العضد. تمام. يبقى القراقيش البيضاء اللي انت بتاكلها دي دايما دي يا جماعه عباره عن مين؟ عن غضاريف. رقم 3 يا جماعه تشكل بعض اجزاء الجسم. يعني سعادتك مثلا الانف بتاعتك دي كده سعادتك دي مكونه من غضاريف، الجزء الامامي منها. طبعا الغضاريف يا جماعه من خصائصها ان هي ممكن تتمدد، زي ما كنا بنتكلم على الغضاريف اللي هي موجوده في الضلوع، فبتلاقي مع مرور الزمن يا جماعه الايه؟ الانف بتاعك طول ما انت بتلعب في الانف كده بيحصل له ايه؟ بيكبر. فبلاش تلعب في الايه؟ في الانف بتاعتك، لانه بلاش يكبر اكتر من كده. تمام. ايضا يا جماعه الغضاريف موجوده هنا، موجوده في الاذن. ليه يا مستر موجوده في الاذن؟ قال لك والله هنا بتعمل تجميع للموجات الصوتيه. وخدت قبل كده ان الجزء السفلي من عظمه القص جزء غضروفي، وخدت قبل كده ان الضلوع فيها غضاريف. اذا الغضاريف موجوده في اجزاء كثيره من الجسم، تشكل بعض اجزاء مين؟ اجزاء الجسم. ولذلك هسالك سؤال وفكر فيه لمده ثانيه. ما مدى صحه العباره الاتيه؟ توجد الغضاريف بين فقرات العمود الفقري فقط. اول ما اشوف كلمه فقط ديت قول لي العباره غير صحيحه، لانه يا مستر الفقرات موجوده ما بين الفقرات وموجوده عند نهايه العظام وتشكل بعض اجزاء الايه؟ الجسم. ده موجوده في اماكن ايه؟ في اماكن كتيره. طيب يا مستر دلوقتي الغضاريف اللي موجوده ما بين العظم بتعمل ايه؟ اقول لك الاول ثبت معايا. الغضاريف اللي موجوده في الاذن بتعمل ايه؟ بتعمل تجميع للموجات الصوتيه، عشان هتلاقي بعض الاسئله بتقول لك كده. تمام. طيب الغضاريف اللي موجوده داخل الشعب الهوائيه للرئتين بتساعدنا على عمليه التنفس، تبادل الغازات، خروج ثاني اكسيد الكربون ودخول الاكسجين. طب يا مستر
الغضاريف اللي موجوده ما بين الفقرات، اقول لك الغضاريف اللي موجوده ما بين الفقرات يا شباب بتمنع تاني الغضاريف الموجوده بين العظام وظيفتها ايه بقى؟ تمام، ودي الوظيفه العامه والمشهوره، تمنع تآكل العظام، تمنع تآكل العظام نتيجه احتكاكها المستمر. سعادتك طول اليوم بتتحرك، ادي عظمه ادي عظمه وادي عظمه، في بيناتهم زي فقره مثلا وفقره، في بيناتهم غضروف. سعادتك طول اليوم هي بتعمل ايه؟ بتتحرك، لانه احنا عندنا فقرات بنسميها فقرات ايه؟ متمفصله، بتساعدنا على الحركه. طول ما انت بتتحرك يا شباب، فالغضروف ده عامل حاجز ما بين العظمه اللي فوق والعظمه اللي تحت. حاجز ليه يا مستر؟ قال لك لانه لو احنا حركنا الغضروف ده من مكانه، لو حركنا الغضروف ده من مكانه هيؤدي الى انه العظمه دي اللي فوق هتحتك بالعظمه اللي تحت، وهيبدا يحصل تآكل، وهيبدا يحصل عندنا الالم. ولذلك يا جماعه نسمع عن واحد يقول لك ايه؟ انا عندي الغضروف. قول له لا، ما احنا كلنا عندنا غضروف، بس في فرق كبير جدا يا شباب. دلوقتي في واحد الغضروف بتاعه عامل ازاي؟ بيشيل حاجه تقيله، فحصل عنده حاجه اسمها انزلاق غضروفي. تاني يا مستر، تاني بالراحه كده، ادي فقره اهي، ودي فقره. انا برسم رسمه كده سريعا. الغضروف بتاع الراجل ده يا جماعه اتحرك من مكانه، حصل له عمليه مين؟ عمليه انزلاق غضروفي. بدأ يحصل عنده مشكلتين. المشكلة الأولى إنه الفقرة اللي فوق مع الفقرة اللي تحت يا جماعة هتبدأ تحتك مع بعضيها، فيحصل تآكل ويحصل ألم. وتلاقي الراجل دايما ماسك إيه؟ ماسك ظهره، ويقول لك أنا ظهري وجعني، في ألم شديد. تمام؟ المصيبة بقى مش في كده، المصيبة إن الغضروف اللي اتحرك من مكانه ده يا شباب بيبدأ يضغط على حاجة اسمها الحبل الشوكي. ما احنا قلنا يا جماعة في هنا حبل شوكي يمر من القناة العصبية، يبقى إذا الغضروف ده يبدأ يضغط على المين؟ هيضغط على الحبل الشوكي. طب الحبل الشوكي ده بيعمل إيه؟ بينقل سيال عصبي، يوديه فين؟ للأطراف السفلية. فتلاقي يا جماعة رجليه من تحت يقول لك أنا مش قادر أحرك رجليه، لأنه الغضروف اتحرك وضغط على مين؟ وضغط على الحبل الشوكي، فبيمنع مرور السيال العصبي إلى الأطراف السفلية، فالإنسان يبدأ يحس كأنه إيه؟ كأنه مشلول مع ألم شديد في رجليه يا جماعة. تمام؟ يبقى تاني الغضاريف بتعمل ايه؟ بتمنع تآكل العظام نتيجة احتكاكها المستمر، عشان كده هي موجودة ما بين الفقرات. تمام؟ يبقى القصة ديت مهمة جدا 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 يا شباب. طيب صلوا على النبي كده وتعالى كده نشوف يا جماعة الغضاريف. قال لك والله من ضمن خصائص الغضاريف أنها لا تحتوي على أوعية دموية. يا مستر ايه قصة الأوعية الدموية دي؟ والله الأوعية الدموية ديت يا جماعة موجودة في جسمنا عشان تنقل الغذاء وعشان تنقل الأكسجين. طب الغضاريف مالها يا مستر؟ الغضاريف لا تحتوي على أوعية دموية. هتقول لي أمال بتتغذى إزاي؟ هي هتتغذى إزاي؟ هيوصلها غذاء إزاي؟ هيوصلها أكسجين إزاي؟ أقول لك بطريقة بسيطة جدا. أنا دلوقتي عندي إيه؟ عندي هنا فقرة، الدم هيغذي الفقرة دي، أدي الدم هيغذي الفقرة، الغذاء هنا في الفقرة هيكتر، الغذاء ينتقل من الفقرة أي من العظمة يروح للغضروف بخاصية تسمى الانتشار. يبقى تاني الغضاريف تحصل على غذاؤها بالانتشار من العظام المجاورة. لأنها ليه لا يا مستر؟ لأنها لا تحتوي على أوعية مين؟ لأنها لا تحتوي على أوعية دموية. دايما تاني بتاخد غذاء من مين؟ بتاخد غذاء من العظام. تمام؟ ليه؟ لأنها لا تحتوي على أوعية مين؟ دموية. طيب بصيغة تاني أحيانا بيقول لي الغضاريف تظهر باللون الأبيض. تظهر باللون الأبيض ليه يا مستر؟ قال لك بتظهر باللون الأبيض انا باكل دايما، قلت لك بتاكل انت القرايش بيبقى لونها ابيض برضه، لانها لا تحتوي على اوعيه دمويه. لانه لو فيها اوعيه دمويه فالدم هيبدا يغير ايه؟ هيبدا يغير من اللون، او المنطقه اللي موجود فيها الغضاريف ديت هيبدا يتغير لونها بسبب مرور الاوعيه الدمويه التي تمتاز باللون الاحمر في الغالب، او اللون الاحمر الداكن. ايضا يا جماعه يقول لي الغضاريف معدل التئامها معدل التئامها بطيء. ليه يا مستر الغضاريف معدل التئامها بطيء؟ لانه بيجي لها غذاء بشكل بطيء يا جماعه،
بيجي لها غذاء بالانتشار من العظام. من الاخر يا جماعه هي هتتغذى على الفياضه بتاعت العظام، يعني العظام هياكل ويتغذى ويشبع، وبعد كده اللي يتبقى منه هيديه للغضاريف. هيديه للغضاريف بالايه؟ بالانتشار من وسط ذو تركيز عالي الى وسط ذو تركيز منخفض. فبالتالي حصولها على الغذاء بيكون قليل، فلو حصل فيها جرح او حصل فيها تمزق للغضاريف فبيكون معدل الالتئام بتاعها يا جماعه ايه؟ بطيء. فبرضه نفس القصه، معدل الالتئام بتاعها بطيء. ليه؟ لانها لا تحتوي على اوعيه مين؟ لانها لا تحتوي على اوعيه دمويه. ركز معايا على طول سريعا كده. الغضاريف نوع من الانسجه الضامه، كنا بنقول عليه نسيج ضام هيكلي. ركز وتذكر ان تمام كده تتكون من خلايا غضروفيه بيناتها ماده خلاليه معاها الياف كولاجين موجوده بين فقرات العمود الفقري، تغطي اسطح العظام خاصه عند المفاصل، تشكل بعض اجزاء الجسم، لا تحتوي على اوعيه دمويه، تحمي العظام من التاكل نتيجه احتكاكها المستمر، تحصل على غذاء بالانتشار. سريعا كده تذاكرهم وتلخصهم كده في كلمتين ورا بعض. تمام. نيجي بعد كده يا شباب للجزء اللي بعديه وهو المفاصل.